انا مش بحكي لكم دلوقتي عشان اطلب تعاطفكم ولا عشان اقول لكم شوفوني انا مظلوم. انا بكتبه بس عشان اخرج كل اللي جوايا، اخرج الهم اللي ملا قلبي، خرج الذكريات اللي بتصحيني مفزوع كل يوم وانا بصرخ من كوابيسي. انا اسمي ادم، عندي 29 سنه، واقدر اقول لكم ان حياتي في اخر 4 سنين كانت عباره عن كابوس وما بيقفش، كابوس معرفتش اصحى منه غير لما بقيت هنا. انا شاب بسيط كنت شغال مهندس كهرباء، وحلمي كان زي اي شاب في سني، اتجوز، اعيش حياه مستقره، احقق طموحاتي واحلامي، وخصوصا بقى بعد ما تعبت واتخرجت من كليه الهندسه واشتغلت في شركه محترمه وبدات اخد مرتب كويس. كنت انا الابن الوحيد لابويا وامي، وامي ماتت وانا صغير وابويا رباني لوحده. كان راجل طيب وحنون بس صارم في نفس الوقت، كبر في السن ومرضه خلت حركته تقيله، بس كان دايما بيحاول يبان قوي قدامي. وفي يوم وانا راجع من الشغل لقيت رساله من صاحب الشغل بيقول لي فيها: ادم انا عايزك تيجي بكره بدري، محتاجين نتكلم في حاجه مهمه. قلبي اتقبض ساعتها، حسيت ان في حاجه غلط، بس قلت لنفسي يمكن ترقيه، يمكن نقل المكان تاني. ما كانش عندي اي فكره ان الرساله دي هتكون اول خطوه في سكه سواد. تاني يوم روحت بدري، لقيت المدير قاعد مستنيني بوش مكشر. قال لي بصوت بارد: ادم احنا اضطرينا نستغنى عن خدماتك، الشركه بتمر بازمه ماليه واضطرينا اننا نقلل عدد الموظفين. فضلت واقف قدام اللي هو انا مش مصدق، مش فاهم اي حاجه، ازاي يعني؟ انا من اكتر الناس اللي بتشتغل هنا بضمير، بس طبعا مفيش فايده من اي كلام. طلعت من الشركه وقتها وانا تايه، روحت وحكيت لابويا على كل اللي حصل. حاول يطمني وقال لي: رزقك في السما، محدش بياخد اكتر من نصيبه، ونعم بالله. فضلت شهور ادور على شغل، كل الابواب كانت مقفوله وبدات الفلوس تخلص وبدات اكتئب. انام طول اليوم واصحى اخر الليل، وابتديت احس ان الدنيا كلها قافله في وشي. وفي يوم وانا قاعد على الفيسبوك لقيت اعلان فرصه عمل في قصر كبير ومطلوب حارس ليلي، والمرتب بصراحه كان مغري، والاكل والسكن كمان عليهم. في الاول كده ضحكت، قلت قصر وحارس ليلي؟ يا خساره سنين الهندسه اللي ضاعت على الارض، ده انا مهندس، ازاي اوصل لكده؟ بس لما انا بصيت في محفظتي وفتحت التلاجة الفاضيه ما كانش قدامي اي اختيار، وكلمتهم. رد عليا صوت راجل كبير في السن وقال لي: احنا محتاجين حد يبات في القصر كبير وفيه حاجات غاليه، ولازم حد يكون موجود طول الليل، بس اهم حاجه لازم تلتزم بقواعد معينه، واهم قاعده انك ما تسالش اسئله ملهاش اي لازمه. وافقت على كل اللي هو قاله وحدد لي ميعاد للمقابله، ورحت في اليوم اللي بعده. القصر كان بعيد جدا لدرجه ان هو محذوف اصلا بره البلد، وكان قديم جدا بس شيك بطريقه غريبه. الزراعه كانت حواليه كلها ميته، والارض اللي حواليه كلها برضه كانت بور، يعني ما تصلحش للزراعه. والجو هناك كان مختلف، وكان فيه سكون غريب، كأن الهوا نفسه كان واقف. قابلني هناك راجل اسمه الحاج صابر، راجل عجوز لابس جلابيه بيضه. قال لي: اسمع يا ابني، شغلك هنا سهل، كل اللي عليك انك تقفل باب القصر من جوه بعد المغرب وما تفتحوش لحد الفجر. مهما حصل ومهما سمعت ما تفتحش الباب وما تطلعش من اوضتك. فسألته: بس ليه؟ هو في حاجة ولا ايه؟ قال لي بصوت غامض: المكان ده ليه تاريخ، بس طول ما انت ماشي على القواعد عمرك ما هتتأذي، ويا رب انت تفهم بقى. فوافقت، وما كانش عندي رفاهية ان انا ارفض اصلا، انا محتاج اي شغل وخلاص. واول ليلة كانت هادية جدا، قعدت في اوضتي وقفلت الباب وسمعت صوت صراخ جاي من بره. قمت مفزوع من مكاني، قربت من الباب بس افتكرت كلام الحاج صابر ورجعت نمت بالعافية. وتاني ليلة الصراخ اتكرر، بس المرة دي كان اقرب، وسمعت صوت خطوات تقيلة ماشية قدام اوضتي، وصوت حد بيهمس باسمي وكان بيقول: ادم افتح الباب. ادم انا بردان، افتح لي. كنت هفتح فعلا بس قلبي قال لي لا. مسكت المصحف وفضلت اقرا ايات لحد ما الصوت اختفى. وعدى اسبوع والحاج صابر قال لي: عفارم عليك، انت اثبتت انك راجل يعتمد عليه، بس خد بالك الليله الجايه مختلفه. سالته ليه؟ قال لي: النهارده ليله 14 والقمر بيكون كامل واللي جوه القصر بيصحى. رجعت القصر وانا مرعوب، قفلت الابواب ودخلت اوضتي كالعاده وقعدت اقرا قران. بس على حوالي الساعه 2 بالليل كده سمعت صوت بيقول: ادم ابوك مات، تعال شوفه. قمت مفزوع من مكاني، ما قدرتش اقاوم. فتحت الباب واللي شفته بره كان كابوس حقيقي، شخص طوله اكتر من 2 متر، وشه مش واضح بس عينيه كانت حمرا، واقف وبيبص له وبيضحك ضحكه تقطع القلب. وقبل ما ارجع اوضتي اختفى. رجعت اوضتي وانا جسمي كله بيرتعش. تاني يوم رحت البيت لقيت ابويا بخير، بس في اللحظه دي بدات اشوف الكائن ده في كل مكان، في الشباك، في المرايه، ورايا في المطبخ. رحت للحاج صابر وقلت له: ايه اللي بيحصل لي؟ قال لي: انت فتحت الباب، خلاص انت دلوقتي بقيت من القصر. صرخت فيه: يعني ايه؟ قال لي: كل اللي بيفتح الباب بيرتبط بالمكان، وكل ما هتحاول تهرب هيرجع لك، بس في طريقه واحده بس تنقذك من اللي انت فيه. قلت له: قول اعمل ايه؟ قال لي: لازم تواجهه في الليله اللي يكون القمر كامل فيها، يوم 14 الجاي، تقف قصاده وتقرا ايات معينه، لو ما خفتش منه هيسيبك وهيمشي ومش هيظهر لك تاني. ومن يومها وانا مستني الليله دي، لو انا ما ظهرتش بعد الليله دي خليكوا عارفين ان القصر اخدني، وبعرف ابويا ان انا اسف.
وبكده تكون نهايه قصه النهارده. انا عارف ان هو قصيره، بس باذن الله القصه اللي جايه هتكون افضل يعني. بحاول احضر لحاجه كده. اتمنى لو انت اول مره تشوفني يا ريت تنزل تعمل لايك لو القصه عجبتك طبعا، وما تنساش طبعا تشترك في القناه وتقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وصلوا على النبي. واحب اقول لكم الله يبارك لكم. السلام.